اللي هي الخضار السوتيه. عايزه حضرتك تبصي على الالوان كده. دي عباره عن ايه؟ عباره عن كوسه وعباره عن جزر وبطاطس وتفاح وبيضه. طبعا كل حاجه من الحاجات دي لها درجه سوا مختلفه. صحيح. احنا قلنا السبيكه بتاعتنا غير عشيقه للروايح، فانا هعمل كمان تحدي ان انا هحط معاها بصل. بس عايزه اسال حضرتك سؤال، دلوقتي الخضار السوتيه لما بتعمليه في البيت بتعمليه ازاي؟ ينفع احط كله مع بعضه في نفس الوقت؟ لا طبعا. بتبداي بايه؟ حاجات اللي بتستوى اكتر والجزر وبعدين البطاطس بعد كده الكوسه. هنا لا، بفضل القاعده الذكيه اللي واخده براءه اختراع وتدي كل حاجه الدرجه المثاليه، انا هحط كله مع بعضه وفي نفس الوقت. كمان عايزه حضرتك تبصي كده وتركزي معايا في الالوان عشان هنقارن اللون قبل التسويه وبعد التسويه، لان سيستم الطهي بتاع ايه المسي بيعتمد ان احنا ما بنتعداش ال 100 درجه، فاحنا محافظين على الفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي موجوده في الاكل. نشوف التجربه كده مع بعض. طبعا انا هسوي الحاجات دي كلها من غير ميه، وعايزاها برضو حضرتك تركزي معايا في لون التفاحه وحجم التفاحه. ايه المسي ما بيبقاش فيها فقط، الطبيعي في تسويه الطعام مثلا لو لحمه اي انواع طعام بيحصل فيها ايه؟ حجمها بيقل، يعني التفاحه دي حجمها بيقل لو بعمل لحمه بتقل تقريبا النص، لكن هنا في ام سي الحجم اللي هتحطيه قبل التسويه زي بعد التسويه. هنسوي هنا من غير ميه. طبعا انا ما اقدرش، لان لو عملت حاجه زي كده ايه اللي هيحصل؟ لو ما حطيتش ميه كده مع الخضار السوتيه او اي حاجه هتتحرق. هنا في قطرات ميه بس كده عشان اعمل دايره بخاريه. حتى البيض هسويه من غير ميه. بيضانيه اهي. التفاح زياده التحدي ايه هي؟ ان انا هحط البصله كده جنب التفاحه. احنا قلنا السبيكه بتاعتنا من خصائصها انها غير عاشقه للروائح، يعني كل حاجه محتفظه بطعمها والريحه بتاعتها. هسوي الحاجات دي في وقت قد ايه؟ هسويها في 15 دقيقه بعلامه الجزر. حضرتك شغلي كده. يلا نبدا. ظبطنا على حضرتك كده. هنختار البرمجه مع بعض وهنتابع مع بعض الابلكيشن. نظبط كده، نجيب علامه الجزره اللي هي علامه التسويه، نضغط كده لحد ما نلاقي علامه الجزره كده علامه التسويه. ماشي. بعد كده هنزود الوقت كده، هنعمل على 15 دقيقه زي ما انتم شايفين كده. برده ظهر على الابلكيشن اهو على الموبايل الوقت اللي انا ظبطته والبرمجه بتاعتنا. شايفين هنا اداني ماينس، يعني هو مش محتاج حراره. انا هنا هوطي النار شمع. في حاله ان هو رمي تاني انا هطفي النار زي ما انتم شايفين كده. طفيت النار وهيكمل تسويه بالاختزان الحراري الموجود في القاعده، وده كمان توفير للغاز. الوقت كان على النار ونص الوقت من غير نار. قال لي 0 يعني وقت الطهي انتهى كده. هبدا اشيل الاوديو ونبص مع بعض على لون الخضار. حضرتك قولي لي ايه رايك؟ بصي التفاحه وكمان القشره بتاعتها لسه موجوده ولونها زي ما هو. نبص للبصل. عايزين بقى دلوقتي نشوف فيه طعم التفاح خد من طعم البصل ولا لا. نشوف البطاطس كده ونطلع الحاجات بتاعتنا. البيضه بتاعتنا هنحطها في ميه كده عشان تبرد. طبعا انا ما حطيتش ميه، كانت قطرات ميه. تمام. عايزين نشوف حاجه. بصي نفس الكميه اللي كانت يعني النازله دي نازله من الخضار. انا طبعا عامله الحاجه هنا ايه كرانشي. عايزين بقى نبص على الالوان وحضرتك تدوقي وتقولي ايه رايك، وعايزين نبص على درجه السوا برضه. عايزه اوريكي حاجه. ايه هي؟ ده الجزر معايا اللي هو سواه مختلف. بص على الكوسه، المفروض الكوسه كانت اتهرت نفس درجه السوا. البطاطس حضرتك ممكن تدوقي التفاحه بقى وتقولي لي اخدت من طعم البصل ولا لا. طعم الخضار عامل ايه؟ مظبوط جدا. حسن محتاج ملح؟ طبعا احنا في البيت بندلع بقى ونحط توابل ونحط حاجات. برضه مظبوط جدا. البطاطس مظبوطه جدا. البيضه كده. ادي البيضه بتاعتنا اللي احنا سويناها من غير نار استوت. دايما في تسويه البيض ما استوتش في مغموره في الميه دي على البخار. غير كده كمان بقى دايما ما بين الصفار والبياض بتكون خط جراي. ده نتيجه تفاعل
البيض من الحاجات اللي القشره بتاعتها مساميه، بتتفاعل مع الاواني اللي انا بطبخ فيها. ايه اللي بيحصل؟ بتكون غاز كبريتيد الهيدروجين. الناس دايما بتربط البيض، اكل البيض المسلوق ده بيتعب لي القولون، بيعمل لي انتفاخ، وبيبقى ليه ريحه زفاره مش حلوه. لكن هنا مفيش الريحه دي، صوبته بطريقه صحيه محتفظه بفيتامينات واملاحه المعدنيه.